السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في افضل واحسن حال. تعالوا كده اقول لكم على طريقه حلوه جدا لو عندك كبد وقوانص ومحتاره تعمليها ازاي وباي طريقه يعني. فحب اقول لك ان انت كده مش لوحدك، تعالوا نعمل مع بعض طريقه يعني بصوا سهله جدا وطعمها بيطلع تحفه ورهيب بجد، ودايما هتعتمديها وهتخليها من ضمن الوصفات. وكمان لو عندك لسان عصفور ناسياه كده ومش عارفة تعملي بيه ايه، فحلو الكلام ده جدا. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. أنا مامي تلا ودي قناتي، ياريت تنوروني وتشرفوني كده في القناة وتفعلوا كمان الجرس علشان إن شاء الله يوصل لكم كل جديد. ويلا بينا نشوف الجمال ده. شايفين الجمال؟ شايفين بقى الطعامة والحلاوة؟ لسان عصفور بالكبد والقوانص، حاجة كده خطيرة ريحة، وبصوا الشكل وطعمه خطير جدا يعني رهيب بجد بجد. هتعتمدي الوصفة دي وهتحبيها جدا. شايفين بقى؟ وتغيير برضو عن الرز وكده، حاجة كده سهلة وبسيطة، ويعني بصي مش هتاخد وقت خالص. وهتلاقيك عملت الطاجن الرهيب التحفة ده، وعملت جنبه كده شوية بطاطس محمرة، وكان جنبهم كمان شوية من الخيار المخلل. نسمي الله بقى كده وندخل. اول حاجة كده جبت الحلة وحطيت فيها شوية من الزيت، ونزلت بنص كيلو من لسان العصفور. هبتدي بقى ان انا كده اقلبهم تقليب حلو كده مع بعض. يعني بصوا لازم كلهم يعني افضل اقلب فيهم عشان كلهم ياخدوا لون واحد، والنار برضو تكون هادية شوية، اللي هو مش عالية قوي عشان برضو ما يتحرقش معاكي. حلو الكلام، حلو الكلام. وبعد كده جبت معلقة كبيرة مليانة كده من الصلصة، حلوة كده. وخلاص بعد نزلت عليها كده بعد ما اخدوا اللون الذهبي الحلو. تمام، بعد ما لسان العصفور اخد لون الذهبي الحلو نزلت بالصلصه كده. حلو جدا، خلصت معايا واخدت تحميرتها واخدت الصلصه بتاعتها. هسيبها بقى على جنب. بعد كده جبت الصينيه الحلوه دي وهنزل بقى بشويه كده من الزيت بالشكل ده، ومعاهم مكعب كده زبده عشان الدنيا تحلو كده والطعم يبقى معانا خطير. هجيب بقى الكبة وهبتدي بقى ان انا في السريع كده ابتدي ان انا افرم الكلام ده. بصلاية حلوة كده بالشكل دوت، ومعاها فلفلة الوان. اي فلفلة الوان عندك متوفرة، اخضر اصفر احمر، اي حاجة متوفرة مش هنقول لا. تمام، بس كده هبتدي بقى ان انا اضربهم بالشكل ده كده، فرم ناعم شوية بالشكل ده كده، يعني اتفرم يعني حتت صغيرة خالص. بعد كده الزبدة ساحت معايا وكله تمام. هنزل بقى بالبصل والفلفلة الالوان بالشكل ده. هديهم بقى تقليبة كده حلوة لغاية ما يتبلوا معايا وريحتهم الحلوة دي تطلع بالشكل ده. واللون كمان يعني اللون بتاعهم يتغير كده وتتظبط معايا التشويحة بتاعت الفلفلة والبصل تبقى معايا بالشكل ده. هنزل بعد كده بالقوانص. انا عندي هنا نص كيلو من القوانص والكبد. تمام، قطعتهم صغير بالشكل ده ومتنضفين ومية مية. بعد كده نزلت بقى بشوية كده من المية عشان اتأكد ان هي ما تتحرقش مني، وهغطي عليها وهسيب الكلام الحلو ده حاجة بسيطة كده يعني 5 دقايق. بعد كده جبت الكبد وهنزل على الكلام الحلو ده كله كده، وهديها برضو تشويحة حلوة. شايفين بقى الريحة كانت خطيرة، ولسه محطتش توابل ولا حطيت اي حاجة، بس الحاجات ديت الفلافلة مع التشويحة بتاع الكبد والقوانص كانت ريحتها حلوة. تعالوا بقى نقول البهارات عبارة عن ايه. معايا نص معلقة من معايا نص معلقة من الفلفل الاسود، وكمان البابريكا وتوم بودرة وبصل بودرة، كمان كمون وظبطت الملح. ومعايا كمان عندك 7 بهارات. تمام ماشي. وكمان عندي ورق لورا ومكعب مرقة. تمام، حابة ان انت تضيفوا مكعب المرقة ده تمام، مش حابة خلاص مفيش مشكلة. هبتدي ان انا كده افرك المكعب المرقة بالشكل ده كده
مش عارفه، انا بحب اعمل الحركه دي، اتاكد ان هو يعني ايه بقى قطع صغيره خالص، بحيث انه يعني ايه ما يسيبش حتت صغيره كده بتبقى ظاهره، فاهمين قصدي؟ بس فاديتهم بقى تقليبه وسبتهم كده وغطيت عليهم. وهنا كده هجيب اي صينيه بقى عندك، جبت هنا البايركس بالشكل دوت، وحطيت نزلت عليه بلسان العصفور كده. ابتدي بس ان انا اسويه كده. شايفين بقى الجمال واللون الحلو، حلو جدا. بعد كده هجيب بقى الكبد والقوانص اللي ادانهم التشويحه الرهيبه الخطيره دي، وهسويها بقى على لسان العصفور بالشكل ده. خطيره الطريقه دي بجد بجد، ما تفوتهاش، لازم تجربيها وتعمليها، هتعجبك جدا ان شاء الله. هبتدي بس كده ان انا اسوي بقى ايه الكبد والقوانص كده بالشكل ده. بعد كده بقى يا ست الكل، عندك شويه شوربه كده حلوين بتوع فراخ، تنزلي على الطاجن بقى بالشكل ده كده. الشوربه معاكي ما كفتش زي حالاتي كده، تقومي مزوده ميه، مفيش اي مشكله خالص. كمان المرقه اللي احنا حاطينها هتزود النكهه بتاعه الاكله الحلوه دي، ومش هتبقى فيها ومزود. وحاطين احنا برضو مظبطين الملح بتاعنا، فهتطلع بصوا ان شاء الله مية مية، مش هيحصل اي حاجه. كمان المرقه هتديها طعم حلو جدا. بس لو عندك شوربه بقى وعايزه تستغني عن المرقه، هتبقى حلوه برضو. بعد كده هغطيه بقى بالفويل بالشكل ده كده، واغطيه كويس جدا علشان اتاكد ان هو بقى يستوي معايا ويبقى معايا زي الفل. بعد كده هدخله بقى على طول كده على الفرن على درجة حرارة 180، هيقعد معاكي ساعة الا ربع. بصوا اتفرجوا بقى على اول ما يخرج بقى والريحة والطعم. شايفين هنا غطيته كويس جدا، وهدخله بقى الفرن. كنت عملت بقى البطاطس المحمرة وحطيت عليها شوية من التوابل البطاطس الخطيرة، وشوية بقى من الكاتشب، وجنبهم كده خيار مخلل. حماتي ربنا يبارك لي فيها يا رب ويخليها، كانت بعتلي بقى المخلل ده. لازم برضو ان انا اقول ربنا يجازيكي خير يا رب يا ماما. وكانت بعتلي المخلل ده الخيار، عملته بقى مع الاكله الحلوه دي، حطيته كده وبقت معايا الاكله بالشكل ده، والطاجن طلع معايا بالشكل الرهيب الكارثه ده. ايه رايكم بقى؟ هنا كده لسان العصفور اخد من طعم الشوربه واخد من طعم الكبد والقوانص، وبصوا كل حاجه متبله كده، مديه طعم بجد بجد رهيب. شايفين كده المعلقه؟ حبيت بقى ان انا كده ايه اطلع لكم معلقه كده، اول حاجه استفتاح كده قبل ما اكل، ونشوف بقى الشكل. خطيره. شايفين بقى الجمال؟ حلوه جدا جدا جدا. والطعم بقى لازم ادوق بقى واقول لكم ساعتها. طعم بجد مظبوط، والملح والتوابل والكبد والقوانص مديه طعم حلو جدا، والشوربه بصوا يعني هو طاجن كارثه. وكمان عايزه اقول لكم ان انا كنت حاطه مع التوابل، مش عارفه قلت ولا لا، مش فاكره، حطيت ورق لورا. شايفين بقى الجمال؟ طبق كده وتحطي بقى ايه لسان العصفور ومع الكبد والقوانص، وانسي بقى اي حاجه. بجد الاكله دي مهدور حقها، مش بتتعمل كتير او ناسيينها. بس احبك بقى يعني احب ان انا افكرك بيها كده، او لو ما كنتيش عارفاها اعرفيها واعمليها، عشان بجد بجد هتعجبك. بس كده، لو لسه معايا لغايه دلوقتي يا ريت ما تنسيش تعملي اللايك والاشتراك في القناه، واشوفكم على خير ان شاء الله باذن الله في فيديو جديد ووصفه جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.